السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. النهارده بإذن الله أقدم لكم فكرة جميلة جدا أنا بعملها في مطبخي. طبعا لما بدخل أعمل مشاوي أو أعمل أتبل فراخ أو أعمل بانيه، كنت باخد وقت طويل جدا عشان أجهز البهارات أو الحاجات اللي أنا هحطها على الوصفة بتاعتي، التتبيلة يعني، واقعد افتح في برطمانات وانسى بقى انا حطيت ده ولا ما حطيتش ده، فكنت باخد وقت طويل. في فكره جميله جدا بقيت اعملها وبتوفر عليا في الوقت، وبقى الموضوع عندي اسهل ما يكون. ايه هو بقى؟ ده انا دلوقتي بدل ما اقعد اجيب احط الفلفل الاسمر والكمون والكزبره والبصل البودر، الثوم البودر، الجنزبيل، البهارات اللي انت بتحطيها عندك يعني، بدل ما اقعد افتح كل البرطمانات دي واقعد احط منها، لا بقيت اجهزها عندي في برطمان واحد، اجمعها كلها واخلطها مع بعض واحطها في برطمان واحد، وبكده اما اجي اتبل اخد معلقه او معلقتين على البانيه او على الناجتس او على الفراخ المشويه. ولو عايزه اضيف بقى اي اضافات تانية زياده، ببقى عندي الاساس متجمع عندي وباخد منه بكل سهوله، بقى بيوفر عليا جدا جدا في الوقت. اول حاجه عندي بجيب بقى ابتدي اجهز الخلطه بتاعتي او التتبيله بتاعتي اللي انا بحطها. ده كله طبعا حسب الرغبه، يعني في حاجات مثلا انت ممكن تحطي منها معلقه كبيره، ممكن معلقه صغيره، ده حسب الرغبه. يعني انا مثلا بحط فلفل اسود، بروح مثلا كده ايه جايبه الفلفل الاسود اللي عندي، حاطه مثلا ايه المقدار كذا اللي انا عايزاه. باجي مثلا هنا ده مثلا اسمه ايه، حبهان او هيل بودر مطحون يعني. طبعا ده ريحته نفاذه جدا، فانا ما بحطش منه كتير عشان عندي الاولاد مش بيحبوه، فانا ايه هكتفي بس كده بنص معلقه او حاجه بس تطعم لي وتضيع ريحه الزفاره، مش هكتر منه قوي. ده بقى حسب الرغبه، ممكن تحطي ايه تكوني بتحبيه فتحطي اكتر. عندي مثلا هنا برضو عندي ده في ايه، ده في الجنزبيل البودر، ده جميل، بحب احطه في تتبيلتي برضه، فانا هحط برضه منه كده ايه معلقتين صغيرين. ده عندي توم بودر، احط منه برضه كده. تخيلي انت بقى لما كل مره تقعدي تفتحي بقى وتحطي من البرطمانات بتاعتك بقى وتقصي البرطمانات وتفتحي ده وتنسي انت مش عارفه حطيتي من ده ولا لا، وتتبيع حاجات كتير جدا. طب وليه انا بقى بجهزها عندي بالطريقه دي؟ دي كزبره هي ناشفه، بجهزها بقى عندي واخد منها اللي انا عايزاه للتتبيله. ده كمون مطحون بحبه برضه في التتبيله، بابريكا، والبابريكا بقى اللي هو الفلفل الحلو، بيبقى بارد يعني ما بتبقاش سبايسي. وفي بقى عندي الشطه اللي هي الحاره بقى او السبايسي، انت حسب الرغبه بقى عايزه تحطي بقى تعملي تتبيله سبايسي او لا، دي بترجع لك انت. في عندي ايه تاني؟ عندي البصل البودر. البصل البودر طبعا بيخلي التتبيله جميله جدا، ممكن نحط منه معلقتين كده. تقريبا حطينا كل البهارات اللي عندنا. فاضل الكاري، عايزه تحطي كاري بقى براحتك برضو، لو عايزه تحطي كاري، عايزه تحطي كركم بقى، عايزه تحطي سماق، انت وراحتك بقى، التوابل اللي انت عايزاها بتحطيها بس، وبتخلطيها بقى مع بعض كده. عايزه تزودي اي حاجه بقى دي طبعا ترجع لك انت، بتظبطها كده كلها. ما بحطش الملح عشان الملح ده بقى حسب الرغبه، ما تحرقش مني او ايه تطلع مش مظبوطه. انا كده جهزت اهوت الخلطه بتاعتي او التتبيله بتاعتي. بجيب بقى برطمان زي كده وبحطها فيها، وبكده بتبقى عندي بقى جاهزه. اما اجي اتبل زي ما قلت لكم اي حاجه، باخد منها معلقتين على الخل بقى والليمون والحاجات التانية او زبادي، الحاجه اللي انا هحطها، وخلاص انتهى الموضوع. بتسهل عليا جدا جدا، حاجه عملتها ما خدتش مني 5 دقايق بس، بتسهل عليا وقفتي في المطبخ كتير وبتقلل من وقوفي في المطبخ. وفكره حلوه قوي قوي قوي، هتنفعكم وهتعجبكم جدا ان شاء الله، جربوها.
تيجي مثلا عندك انت بقى عايزه تكتبي عليها مثلا دي تتبيل مثلا الدجاج والشيش طاووق والبانيه والحاجات كده، يعني ممكن او والفراخ المشويه، ممكن احط ورقه هنا بقى واكتب عليها تتبيله الايه الدجاج. ممكن اعمل واحده تانية بقى لو انا عايزه احط فيها قرفه بقى وازود فيها حاجات للحمه، واكتب عليها تتبيله الايه اللحوم والبفتيك. فانت ايه دي بقى طبعا بترجع لك انت وتكتبي عليها ورقه وتحطيها زي ما انا هوريكم دلوقتي عشان تبقى سهله وتبقي عارفه البرطمان ده فيه ايه. بجيب هي الورقه عندي وكتبت عليها بهارات الدجاج، ببقى عارفه بقى ان كل البهارات دي تستخدم بقى للدجاج سواء شيش طاووق او بانيه او شاورما او فراخ مشويه. وبجيب بقى عندي السولوتيب بتاعي كده وبلزقه عليه عشان ما يتأثرش. طبعا لو في عندي جه عليه اي ميه او اي بخار في المطبخ او اي زيوت او حاجه، ما ايه الورقه دي او ما جيت مسكتها حتى بايدي ما يطلعش او الكتابه تروح بالاستعمال. بلزق عليها لزق زي ما هي كده فتبقى جاهزه عندي. في فكره كمان بعملها كمان لما بتبل الدجاج بقى، انا لو عملت التتبيله مثلا وحطيت عليها اي حاجات تانية، خل بقى وزبادي وكده، له هضيف مثلا بصل مفروم او اي حاجه، بعد ما بجهز التتبيله عندي اللي انا هتبل بيها ساعات بتكتر معايا شويه، باخد بقيه التتبيله واحطها في كيس بلاستيك او في علبه صغيره وعلى الفريزر على طول. اجي في اي وقت تاني بلاقي عندي تتبيله جاهزه بقى بطلعها من الفريزر على طول واستخدمها. دي برضه هتنفعكم جدا وتوفر عليكم الوقت. ودي كانت فكره النهارده، اتمنى لو عجبتكم بقى تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب واكتبوا لي بقى كومنت كده ان شاء الله لو الفكره عجبتكم، واشوفكم في فكره تانيه ان شاء الله باذن الله على قناه ابداعات ندى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.